هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم ازاي نعمل وردة كروشيه. هنحتاج مقص وسنارة مقاسها 4 أو 3.5، وبكرة صوف اللون اللي تحبوه والنوع اللي تحبوه. أنا في الأغلب بستخدم هيمالايا. كل سطر هنعمله ليه باترن، وكل واحد فيهم هنتعلم ازاي نعمل الباترن بتاعه. أول حاجة هنعمل عقدة كده كويس قوي زي ما انتوا شايفين، ونخليها ضيقة شوية ونعدي منها السنارة ونبدأ بقى الشغل. أول سطر هنعمل فيه 48 غرزة، اللي هي الغرزة العادية تماما. يعني هنعمل ايه؟ هنعدي السنارة من العقدة وناخد الخيط فيها ونطلع، هنعدي السنارة تاني وناخد الخيط فيها ونطلع. هي دي اسمها الغرزة العادية. هنكمل بقى كده زي ما احنا 48 غرزة زي ما قلت. وكده نبقى خلصنا السطر الأولاني. تاني بقى سطر يلا بينا نعمله. شايفين كده دلوقتي السطر اللي احنا عملناه بقى عامل شبه الضفيرة. احنا بقى لما نيجي نعمل السطر التاني هنعدي ما بين كل نقطة جوه الضفيرة دي. ازاي؟ دلوقتي احنا السطر التاني ده هنعمل غرزة اسمها الغرزة نصف المزدوجة. هنعمل ايه؟ اول حاجة احنا دلوقتي زي ما انتوا شايفين السنارة جوه اول دايرة من ال48، صح كده؟ او حلقة من ال48. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل غرزة عادية واحدة عشان نبدأ السطر. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ السنارة وهي جوه الدايرة بتاعتها هناخد خيط وندخله في الفتحة اللي بعدها جوه الضفيرة. بعد ما دخلناه بقى عندي كده كام حلقة موجودين على السنارة؟ عندي 3 حلقات. تمام. يلا بقى واحنا لسه جوه نفس الغرزة هنقوم سحبين كمان خيط ونطلع بيه بره، واحنا معديين وبنعديه من خلال ال3 حلقات اللي احنا عملناهم على السنارة. ولما نطلع هيبقى معانا كام حلقة على السنارة؟ معانا واحدة بس اللي سحبناها في الآخر. دي كده اسمها غرزة نصف مزدوجة. تاني ازاي بنعملها؟ أول حاجة دلوقتي السنارة بيكون جوه حلقة، يعني عليها رقم بس واحد على السنارة. تمام. هناخد خيط في الخطاف بتاع السنارة، ندخل بيه في الفتحة اللي جاية قدامي على طول، مفوتش ولا غرزة. هعدي واخد خيط كمان. دلوقتي بقى عندي كام خيط؟ عندي 3. تمام. فلما اجي اعدي الخيط هعدي ما بين 3 حلقات واعدي منهم كلهم، وفي الاخر السنارة تطلع معايا بحلقة واحدة. دي اسمها غرزة نصف مزدوجة. هي سهلة جدا على فكرة، محتاجة بس ان وانت بتتعلمها تدرب نفسك، او ممكن تذكرها ببقك دلوقتي. انا دلوقتي معايا كام حلقة وانا بعدي، وبعد شوية هتلاقي ايدك اخدت عليها لدرجة ان انت ما كنتش بتركز. خلاص انا معايا كام حلقة، ولا وداخل طالع خلاص في الغرز، وبتسحب خيط وتطلع بخيط وتخليهم 3 على السنارة، وبعدين تعدي واحد منهم لحد ما نعمل دلوقتي اللي هي النصف مزدوج. اهو تاني زي ما انتوا شايفين حلقة واحدة على السنارة، هسحب خيط،
اروح ادخل السنارة في الغرزة اللي جاية في ترتيبها على السطر واطلع. كده معانا 3 حلقات على السنارة. هقوم سحبة الخيط من وانا جوه الغرزة وشداه يطلع معايا لبره من جوه ال3 حلقات، ويرجع معانا حلقة واحدة على السنارة. كده احنا بنكون عملنا النصف مزدوج زي ما قلنا. وهنكمل بقى زي ما احنا كده في كل ال 48 غرزة اللي قدامنا. ده كده تاني سطر. اهو بصوا دلوقتي بقى الشكل بقى وصل معانا لايه. احنا كده خلصنا السطر التاني وعايزين بقى نبدأ السطر التالت. اول خطوة هنعملها ان احنا نعمل غرزتين عاديتين عشان نبدأ بيهم بقى السطر التالت. مش هنعمل فيهم حاجة، احنا بس عايزين نتجه من التاني للتالت، فهنعمل غرزتين عاديين تماما. طيب دلوقتي ايه هو باترن السطر التالت؟ هتكون غرز مزدوجة. اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت كانت النصف مزدوجة. طب دلوقتي ايه هي بقى المزدوجة او عاملة ازاي؟ اول حاجة احنا عملنا غرزتين زيادة صح، ملناش دعوة بيهم. هنبدأ نشتغل بقى من الفتحة الاولانية اللي هي في السطر نفسه، او ممكن لو حد يتلخبط يعتبرها رقم 3 بعد الغرزتين الاساسيين اللي احنا عملناهم. هنعمل بقى ازاي الغرزة المزدوجة دي؟ اول حاجة زي ما انتوا شايفين في حلقة واحدة على السنار، هندخل في الفتحة اللي قدامنا على طول اللي هي رقم 3 في السطر. تمام. ونكون قبل ما ندخل واخدين معانا خيط، يبقى معانا حلقة وناخد خيط، ندخل في الفتحة اللي قدامنا اللي هي رقم 3 في السطر ونعدي منها وناخد خيط تاني ونطلع. هيكون معانا بقى كام حلقة؟ 3، يعني بالظبط نفس اول جزء من النصف مزدوجة. بس هنا الفرق هيكون ايه؟ ان احنا لما نسحب بقى خيط زيادة دلوقتي هنعدي من حلقتين بس ونقف، ونسحب خيط تاني ونعدي من الحلقتين اللي بعدهم. تمام. يبقى تاني ايه هي الغرزة المزدوجة؟ معانا حلقة على السنار، هنسحب خيط، ندخل من الفتحة اللي قدامنا اللي هي رقم 3 ترتيبها في السطر ونطلع. كده هيبقى معانا كام؟ معانا 3. هنسحب خيط ونعدي من حلقتين فقط من على السنارة، نسحب خيط تاني ونعدي من الحلقتين اللي بعدهم. ازاي بنقول حلقتين وحلقتين؟ عشان انا لما سحبت خيط وعديت من حلقتين فتكون معايا حلقة زيادة مع الحلقة اللي انا فوتها، فبقى معايا 2. فهاخد بقى خيط تاني، اسحب خيط تاني واعدي من الحلقتين اللي بعدهم. دلوقتي الشكل معايا هيكون اوسع واكبر وهيبان، وهتشوفوا الفرق ما بين المزدوجة والنصف مزدوجة. السطر ده الباترن اللي احنا هنعمله هيكون في غرزة ونسيب غرزة، غرزة ونسيب غرزة. يعني دلوقتي احنا لما بدأنا اول غرزة اللي هي المزدوجة كانت في الرقم 3 في السطر، او اللي هي تعتبر اول واحدة في السطر بعد الغرزتين الزيادة اللي احنا عملناهم. تمام. هنسكيب، هنسيب الغرزة اللي بعدها اللي موجودة قدامنا على السطر وندخل بالسنارة في اللي بعدها. يبقى احنا هنشتغل غرزة مزدوجة وغرزة فاضية مش هنلمسها، وبعدها مزدوجة وغرزة فاضية مش هنلمسها، وهكذا. ده كده تالت سطر. مش احنا قلنا ان احنا بنعدي من غرزة ونفوت واحدة ونعدي من غرزة؟
طيب جوه الغرزة دي بنعمل بقى كام واحدة مزدوجة؟ بنعمل 3. يبقى الباترن هيكون 3 في الغرزة الواحدة، ونعدي اللي بعدها ما نقربلهاش. الغرزة التالتة 3 في الغرزة، واللي بعدها ما نقربلهاش، واللي بعدها 3، وهكذا. يبقى 3 في واحدة سكيب، بعدين 3 في واحدة سكيب، وهكذا. ده كده المنظر القريب جدا للخيط، عشان لو انتوا مش قادرين تستوعبوا ايه الغرز اللي انا بتكلم عليها. دلوقتي شايفين الخطوط الطولية دي؟ هي دي الغرز النصف مزدوجة اللي احنا عملناها من ساعتها. وانا كده مشاوره لكم على كل فتحة في الضفيرة، هي دي اللي احنا بنعدي منها السنارة. بصوا الشكل اهو بدأ يكون اوسع معانا، ويبدأ يبان معانا كده دلوقتي الشكل اللي هو الدائري بتاع الوردة. دلوقتي بقى احنا هنبدأ السطر الرابع. احنا خلاص عرفنا ازاي نعمل الغرزة العادية والنصف مزدوجة والمزدوجة، هنستخدمهم بقى كلهم دلوقتي في السطر ده. اول حاجة زي ما احنا اتعلمنا في بداية كل سطر بنعمل غرزتين زيادة اللي هي الغرزة العادية، ونبدأ الشغل من الغرزة التالتة في السطر ده. هنعمل ايه بقى؟ ايه الترتيب اللي هنعمله؟ هنعمل اول غرزة اللي هي طبعا رقم 3 في السطر زي ما اتعودنا. اول غرزة هتكون غرزة مزدوجة، والفتحة اللي بعدها فيها 2 غرزة مزدوجة، والفتحة التالتة فيها غرزة مزدوجة واحدة. يبقى احنا دلوقتي اول فتحة هنعمل فيها غرزة مزدوجة، تاني فتحة 2 غرزة مزدوجة، يعني بعد ما خلصنا الغرزة دخلنا في نفس الفتحة تاني وعملنا غرزة مزدوجة زيادة. الفتحة التالتة فيها غرزة مزدوجة، يبقى 1 2 1. طيب والفتحة الرابعة هنعمل ايه؟ السنارة عليها خيط واحد او حلقة واحدة، مش هنسحب خيط، لا احنا هندخل من الفتحة رقم 4 ونسحب خيط ونطلع بيه، وهو نفسه نعديه من نفس الحلقة اللي معانا على السنارة. دي كده اسمها غرزة مقفولة. يعني احنا هنا ما طلعناش خالص بأي خيط او بأي شكل، لا احنا مجرد دخلنا عدينا سحبنا خيط وقفلنا. الحركة دي هي اللي هتعمل نص الدايرة بتاع الوردة. يبقى ايه هي الغرزة المقفولة؟ ان يكون السنارة عليها حلقة واحدة، ما نسحبش خيط، لا نروح ندخل من الفتحة او الغرزة اللي احنا عايزينها ونعدي، نسحب خيط ونعدي منه، ونفس الخيط ده نعديه من الحلقة اللي موجودة على السنارة. كده نبقى احنا قفلنا الشكل بتاعنا اللي هي اسمها عقدة في الكروشيه. بوريكوا تاني اهو. ادي الفتحة اللي عليها الدور اللي هي تبقى مثلا رقم 5، هعمل فيها غرزة مزدوجة.
الفتحة اللي بعدها 2 غرزة مزدوجة، الفتحة اللي بعدها غرزة واحدة مزدوجة، الفتحة الرابعة بعمل فيها غرزة مقفولة. يعني انا ما بسحبش خيط، لا انا بعدي اسحب الخيط واعديه من الحلقة اللي قدامي وبس كده اكون عملت نص الدايرة. بكمل بقى كده زي ما انا، يعني كل 4 هيعملوا نص دايرة لحد بقى اخر الشكل. يا ريت هنا ما نغلطش اي غلطة، لان الغلطة هنا معانا هتبوظ الشكل، هتكون باينة جدا. اهو بصوا الشكل المموج اللي قلتلكوا عليه، وصلنا له خلاص. اخر حتة بقى في الخيط بنعمل فيها عقدة عادية بايدينا ونقص، ويلا بينا بقى عشان نعمل الوردة. بستعمل مسدس شمع، واعمل ايه يعني، بحط حبة شمع شوية مثلا على قد 2 سنتي، واجيب معايا عصاية شيش. نقدر نشتري عادي، بيكون فيه عصيان لونها اخضر اصلا جاهزة وبتنتني كمان ولينة،
ممكن ناخدها هي ونلف عليها الورد او الشغل اللي احنا عاملينه. وممكن شغل تاني ان احنا نستعمل عصيان الشيش وهي اللي نعمل عليها خيط لونه اخضر. الاتنين صح عادي، لكن الوردة الثابتة هي اللي بتتعمل بعصيان الشيش، والوردة اللي احنا ينفع نتنيها ونشكلها جوه بوكيه الورد هي دي اللي بنستعمل معاها العصاية الجاهزة. طيب لو انا من الاول عايزة اعملها عادي جدا، بيكون في سلك بينتني ولين بيتباع في المحلات، ده برضو ممكن نستعمله مكان عصاية الشيش وهي اللي نلف عليها الشغل بتاعنا، ونلف عليها برضو خيط، يعني كل واحد فيه الاستعمال. هفضل بقى ازود الشمع داير ما يدور وارول معايا الخيط اللي هو الكروشيه اللي انا عاملاه ده. بحط العصايه بلف معاها الخيط كله دايره مستقيمه، نركز بس ان وانا بلف الدايره دي ما يكونش شويه بطلع فوق وشويه بنزل تحت، لا اكون ماشيه على نفس الخط واثبت كويس بايدي. كده احنا خلصنا الوردة كاملة في بارت 1. في بارت 2 ان شاء الله هوريكم ازاي نلف الخيط الاخضر حوالين عصاية الشيش، وازاي نعمل الورق الاخضر اللي احنا هنثبته تحت الوردة.